السلام عليكم ميزامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ احوالكم طيبه؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله نهار جديد مع فيديو جديد، نتمنى يعجبكم. اليوم غندير واحد الكيكه خارج عاوتاني على الخدمه وداكشي، كنحاول نوع باش ما تقنطوش مني. ايوا نتمنى تعجبكم. كيكه سميتها كيكه مشوكه، هي اصلا مشوكه وزوينه وغزاله ومنعشه بالليمون، خطيره خطيره بزاف بزاف بزاف. الا تبعتوها وجربتوها غادي تعجبكم، سيغ سيغتان غادي تعجبكم. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. ولا عجبكم خليو لي واحد لايك كومونتير، ودعمونا بشي اشتراك باش نزعموا ونديروا رحنا يلا مبتدئين. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. السلام عليكم البنات، كي بقيتو كنتم مع الصحه؟ كلشي مزيان، يخلي لكم وليداتكم. غنديروا اليوم ان شاء الله واحد الكيكه وقبلوا علينا الا عجباتكم، راه ضروري غتعجبكم، زوينه واقتصاديه ويبغيوها كاع الدراري. اولا ما نكثرش عليكم في الهضره، غادي نبداو ان شاء الله. نديروا عندنا الا كانوا البيض كبير ديري 4، كان صغير ديري 5 ديال البيضات، وطبعا يكونوا على حراره المطبخ. ها وحده، ها الثانيه، ضروري يكونوا مغسولين قبل ما تخدموهم. 3، 5. عندنا 4 ديال البيضات، اذا كانوا كبار حسن، ما كانش ديري 5. وعندنا 2 خمارات وجوج ديال الفاني، وواحد 2 ليمونات محكوكين، وكاس ديال الليمون، كاس الربع ديال الزيت، وكاس ديال السنيده، والكوفيت اللي غنديروا فيها من الداخل، والطحين على حسب الخليط، يا كاس ونص يا 2 كيسان على حسب ما جاب لنا كل طحين كي داير، ولا روم ديال الليمون باش يعطي المذاق زوين. ها هو، وهادو لي تزيين من الفوق. هذا اللي تزين. بسم الله تبارك عليك يا ربي. غنبداو اولا بالبيض، نخدموه مزيان. بعد ما قربنا البيض شوف كي ولا الدوبل حتى ابيض. انا زدت واحد 2 فاني، وغنزيد هاد سميتو ديال الليمون، وغادي نزيد الزيت. ها هو، ونزيد السكر. صافي دابا غادي نخدم شويه باش يتزان في الماء خالص. هانتوما الكوب سنيده. غنزيد دابا الليمون. هانتوما هو الليمون غنزيدو هكا، انا كنزيد الليمون وانا كنخدم. هانتوما غنزيد وكنخدم. دابا نتوما حنا غنزيدو الطحين. ها كاس الاول، لان باش غنقول لكم 2 كيسان ولا 3، ولان كل طحين كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين كنخدمو هكا على ما تزال شي شويه. ها نتوما الثاني، وانا تنخدم. ما تجيش وتزيدي الطحين، شويه بشويه بشويه حتى تزان، تولي القوام ديالها عاد. هانتوما انا غنبقى نخدمها شويه بغيا. نزيد واحد شويه الطحين، غنزيد نص تاع الكاس. نشوف الا خصني نزيد مع فيها الليمون، ضروري غتكون. هانتوما دابا راه 3 الكيسان درت. ندير دابا 2 خمارات. كنخدم اصلا ندير خمارات. خمارات ديال 8 غرام. هانتوما غادي نزيد واحد المعلقه ديال الروم ديال الليمون باش يجي فيها واحد المذاق
غزال ديال الليمون شهوان، ما كتجي غزاله مع كفيته الليمون اللي مخدومه بالليمون، كتجي زوينه منعشه زوينه الدراهم. دابا نخبيها في المول، اي مول عندكم اللي عندكم، يا كاري يا مول يا دائري يا مثلث، اللي عندكم تقدروا به. يا ربي نسيت، سمحوا لي نسيت. حتى البنات كناخذوا واحد شويه دخل شي 2 معالق، هما 2 معالق من هذا الخليط مع داكشي اللي كيبقى في البول هكا، وتنزيدوا عليه الطحين باش نقصحوها مزيان. هانتوما بالمعلقه هكا نبقاو غاديين تنزيدوها الطحين حتى تقصح مزيان. نديرو بيدينا احسن بيديا باش نعرفوا القوام ديالها. بعد ما البنات هانتوما ديك العجينه هي قصاح الشكل ولات قاصحه، ديريها تصيني وغادي تقدي الكمون وتبقاي تحطيها عشوائي، شويه هنا وشويه فين ما حطيتي وشحال ما بغيتي. هذا تيبقى غير باش تجي عشوائي، تجي زوينه تتجي. هانتوما البنات وسمحوا لي، راه واحد البنيه بنت ولدي حمقاني، كان عيان السد وتنعيا نهضر والو بسلامتها، عندها عماين تشوفني كندير شي حلوه ولا شي حاجه صافي تتلصق حدايا. سمحوا لنا الله يعطيكم الستر الطاجين ديال الدراري، نتوما عارفين الدراري. واه هذه القاصحه ونحكوها من الفوق هكا دقيقه، غدا تتحكي هكا كتبشر من الفوق. هي بحال هانتوما تدوروا عليها كامله. هانتوما كتجي زوينه، كتجي فواحد المنظر غزال ومذاق زوين بالليمون، كتجي شهوه منها. هانتوما شوفوا البنات، يلا البنات هانتوما هي تبارك الله من بعد ما تسالات هانتوما غادي تشوفوا ملي غادي طيب غادي تعطي الديكور ديالها وباقي الديكور ديالها. وهانتوما معنا حتى طيب ان شاء الله. ها هي غدا للفران، الفران كيكون سخون تشعلو على 160 درجه وغادي نحطوها غادي طيب. ملي غادي طيب وتوجد ان شاء الله غنوريكم لا فينيسيون ديالها ان شاء الله يا ربي. وشكرا البنات. هانتوما البنات بعد ما خرجتها من الفران دينيها بالناباج ولا كونفيتير ولا اللي عندك وزينيها باللي بغيتي. انا زينتها بهذا الشيء عندك نستخدم واحد الصابلينات وزينتها بهذا الشيء اللي بقى ليا. وبصحتكم وراحتكم وبصحه وراحه، وجربوها الله يرضي عليكم. ما هي جربوها منعشه وغزال المذاق ديال الليمون، جربوها الله يرضي عليكم. وسمحوا لي وكتبوا لي